نسبة قليلة من الناس اللي غتقدر تكمل هذا الفيديو، حيت معظم الناس عندهم ما يسمى بتعفن الدماغ. واش حتى نتي كتفيقي مع الصباح ولكن بحال ما نعساش، راسك عامر مشوش وكل فكرة كتجر مع ألف فكرة، ما كتعرفي منين تبداي ولا حتى علاش خاصك تبداي، حتى كتلقاي دازت ساعتين بلا ما تحسي وكتخرجي منهم مخربقة، الداخل ديالك كله فوضوي، كتبغي تركزي ولكن العقل ما خدامش، بحال شي تلفازة خاسرة كتقلب القنوات بوحدها. وحتى الحوايج الزوينه ما بقاش عندك طاقه باش تفرحي بهم، كتحسي كلشي باهت معاود وبارد، وديما كتعاودي نفس الحاجه بلا معنى. حتى انا بديت كنحس بهذا الشيء وكثر، ولا التفكير ديالي مشتت، كنكون كندير شي خدمه شويه كندير حاجه اخرى شويه كنهز التليفون، والحوايج اللي صعيبه ما بقيتش كنقدر نحلها ولا نديرها، كندخل غير شات جي بي تي باش نحافظ على الطاقه اللي ما خسرتهاش اصلا. ولات حياتي كلها سكرولين، مقارنات، محتوى تافه، وحتى محتوى تعليمي ولكن بلا تحرك. وليت كنشوف كلشي ممل وكنقلب غير على الدوبامين واللي كيجي بالزربه. الا حتى انت كتعاني من هذا الشيء، مبروك عليك تعفن الدماغ. كملي الفيديو حتى الاخر حيت غادي نعرفوا شنو هو تعفن الدماغ، الاسباب ديالو والاعراض اللي كيكونوا في الشخص اللي مصاب به وطابع الحل، وغادي ندير معكم واحد التحدي في الاخر باش يعاوننا نتخلصوا من هذا تعفن الدماغ. سنة 2024 جامعة أكسفورد اعتمدت تعفن الدماغ كأكثر مصطلح تستخدم لديك السنة، وعرفوه بالحالة اللي كيتلف فيها الدماغ من كثرة استهلاك محتوى الجودة ديالو هابطة، والإفراط في هذا المحتوى بحال كثرة السكرولين كتخليك تفقدي التركيز، حيت كتاخدي معلومات غير في 10 ثواني ولا أقل، وحتى المشاعر ديالك كيتخربقوا، ريل كيفرحك ريل كيحفزك والآخر كيحبطك واللي تحتو كيقلقك، وهذا الشيء كيخلي عقلك عامر بالافكار السلبيه، مدمنه السوشيال ميديا، ديما في المقارنات، كتفقدي الطاقه وحتى التفكير كيولي يجيك صعيب. وهذا الشيء كيرجع بزاف الاسباب واكثرهم الاستهلاك المفرط للسكرولين، كتضيعي ساعات في المقاطع القصيره بلا فايده. اخطر حاجه ممكن تدمر بها الدماغ هي هاد الريلز، حيت كتخليك تاخدي معلومات مختلفه غير في 30 ثانيه ولا اقل، الشيء اللي كيخليك ما تقدريش تصبري على محاضرات ولا فيديوهات طويله، كتولي بغيتي توصلي لكل شيء بالزربه. حتى الافلام اللي كانت ممتعه ولينا كناخذوا الملخص ولا كنسرعوها، الشيء اللي كيخليك تولي مدمنه على الدوبامين السريع، حيت كل ريل كيعطيك واحد الدفعه صغيره من الدوبامين، ومع الوقت المخ ديالك كيولي يطلب جرعات اكثر واكبر. ثاني سبب هو الادمان على الالعاب. اكثريه الشباب حاليا وقتهم كله في اللعب، كتولي لعبه تحكم في المزاج ديالو، الا خسر كيتقلق والا ربح كيفرح، وهذا الشيء ماشي عبثي. هاد الالعاب مصممه بطريقه علميه باش تطلق الدوبامين بزاف، يعني كل ما ربحتي ولا كل ما طلعتي في مستوى اخر مكافاه. والمشكل ان المخ كيولف هذا المستوى العالي من التحفيز، ما كيبقاش قادر يستمتع بالحوايج العاديه اللي فيها مجهود بحال القرايه، الخدمه وحتى الاهداف ديالنا. وثالث سبب هو تشتيت الانتباه المستمر. العقل ديالنا كيتبرمج على التبدال كل ثانيه، وكيصعب عليه يركز على حاجه وحده، حيت ولينا كناكلو مع التليفون، خارج مع التليفون، سبور، القرايه، حتى مع العائله التليفون، دخل هاد الاب، خرج شوف هادي، جاك ميساج كيلهيك، تمشي تشوفي حاجه اخرى، وهكا كيبدا المشكل في ضعف التركيز والنسيان، وديما غتحسي بالملل من اي حاجه طويله. ورابع حاجه واسوء حاجه ممكن ديريها لراسك هي المقارنه، خصوصا بالمحتوى السطحي. السوشيال ميديا كتعرض حياه الناس المثاليه، ما فيها حتى شي خطأ، حتى في أسوأ أيامهم كيبانوا واو، النجاح، المال، الجمال، الضحك، الحب. هادشي كله كيخلي دماغ كيبدا يقارن، وبلا ما تحسي كتولي تحسي بالعجز، حيت كلشي كيبان مثالي وما تقدريش توصلي ليه، وكتحسي بقيمة أقل. وآخر سبب اللي حتى هو مهم واللي معظمنا كيعيشو هو قلة النوم. نعاس مخربق، ما كتنعسيش بزاف، ما كتنعسيش بكري وما كتفيقيش بكري، هادشي كيخليك تفيقي عيانه، تفيقي والمود ديالك مخربق طايح، اللي كيخلي نهار كله هكا وحاسه بالعيا وما قادره ديري والو، حيت كتسهري على التليفون والمخ كيبقى منشط بالصور والفيديوهات، وكتستمر هاد الدائره. التليفون بالليل، صباح كتحسي بالعيا، كتهزي التليفون هو اللي ساهل، كتبقاي مع حتى الليل وتعاود نفس الحاجه. ودابا غادي نشوفوا الاعراض اللي كتكون في الشخص اللي كيعاني من تعفن الدماغ. واولهم التشتت، كتولي ما تقدريش تركزي على حاجه واحده، غتلقاي راسك ما تقدريش تركزي حتى في فيديو طويل ولا محاضره ولا حتى جلسه مع العائله، حيت ولفتي السرعه، ولفتي تاخدي الخلاصه ولا المعلومه بسرعه في ريل فيها 10 ثواني، اللي كيخليك
ما قادراش تصبري على موضوع واحد في مده طويله. ثاني حاجه كتفقدي الشغف. قبل كنا كنديرو بزاف د الحوايج، خدمه، قرايه، وكتضربي تماره حيت عندك واحد الشغف كيخليك تخدمي على قبله. اما دابا مع كثره الاهداف المختلفه اللي تعودنا نشوفوها، فقدنا الشغف في الحياه، بحيث كتولي تفيقي بزز، كديري المهمات اللي عندك الا قدرتي وبزز، والتليفون وتنسي. هذا هو الروتين بلا مشاعر. وثالث حاجه النقص في الابداع. غتولي ما قادراش حتى تكتبي شي موضوع ولا تنتجي شي فكره من راسك، ما بقيتيش قادره حتى تفكري تبدعي، حيت دابا عندنا الاي اي حاجه بغينا يقادها لينا، حتى لو بغينا مشروع يقادو لك. الشيء اللي كيخليك مجرد تفكير في الابداع ولا تنتجي شي فكره من راسك تجيك صعيبه. الا حتى انت عندك صعوبه في التركيز وكيجيك الملل بالزربه من اي حاجه ومبقاتش عندك الرغبه لا في القرايه لا في الخدمه ولا انشطه اللي مفيده، ديما كتحسي بالفراغ وخا كتضل ترفهي على راسك، قله النعاس وكتنساي بالزربه، فراه هادشي عنده معنى واحد وهو دماغك تافن. فهذه بعض الحلول باش ما تغرقيش في هاد التعفن وتحاولي تخلصي منه. اول حاجه وعي بالمشكل وشنو ممكن ينتج ليا من مشاكل، ماشي غير حيت شفتي هذا الفيديو صافي خاص ندير هذا الشيء، لا، سولي راسك علاش بغيت نتعالج، علاش بغيت نعالج هاد التعفن، واش باش نحس براحه نفسيه ولا باش نقرا ولا نخدم مزيان، شنو السبب اللي يخليني نحاربه باش نوصل ليه. الا كنتي واعيه ان هاد الشيء ماشي في صالحك وخاصك ضروري تغيريه، فراه غتقدري تنجحي 50% على شخص اخر غير بغا يحيدو وصافي، حيت انتي خليتي اسباب مهمه ورا هذا الهدف. وثاني حاجه الساعه الاولى من بعد ما تفيقي من النعاس ما تهزيش التليفون، حيت فاش كتفيقي من النعاس الدماغ ما كيكونش بوعي كامل، واي حاجه دخلتيها في هذه الوقيته غترسخ لداخل ديالك وغتاثر على المود التركيز والتفكير ديال النهار كله. وهنا كيكون المشكل، حيت ولفنا مجرد ما نحلو عينينا اول حاجه كنديرو كنهزو التليفون ونتشيكيو كاع التطبيقات، بلك راه غير كتشوفي عادي، ولكن الساعه الثمينه اللي عندك خسرتيها وخسرتي الطاقه ديالك في الاف الريزات، فنهار كله غيكمل غير عيانه حيت طاقتك فقدتيها في ديك الساعه. فضروري الا بغيتي تخلصي من التعفن هو تحمي ديك الساعه من داك الدوبامين السريع، حميها من الضياع، بززي على راسك حتى تولفي تفيقي بلا تليفون. يمكن لك تحطيه في بيت اخر بعيد عليك باش كي تفيقي ديري حاجه اخرى. وعقلك دابا غيقول لك انا دايره فيه لالاغم، شري ساعه عاديه وديريها لالاغم، الا ما قادرش تشريها في الويفي وكي تفيقي خرجي وما تفكريش بزاف حيت في الاخير غتغلبي. فبزز منك تحافظي على هاد الساعه باش نهارك يكمل مزيان. وهاد الشيء راه ماشي غير على ساعه الصباح، حتى ساعه قبل النعاس اللي في الليل عاود دماغك كيدخل في حاله بحال الصباح، كيكون مستعد باش يحفظ ويخزن كاع داكشي اللي درتي في نهارك وغيبقى بدماغك دائما. فكونك كتدخلي لدماغك ريلزات مختلفين وبزاف، فاش غتفيقي عيانه وما عندكش تركيز. داكشي علاش حتى هاد الساعه بزز منك ما تضيعيهاش. حاولي تمني على راسك التليفون يدخل البيت، اللي بيه مثلا برا حتى تشبعي، ولكن غير تبغي تنعسي حطيه بعيد وحطي حداك شي كتاب ولا روايه قريها حيت تحسي بالنعاس ونعسي. ولا كتبي شنو بغيتي ديري، شنو غدا البروغرام، اشنو فرحك اليوم، شنو الانجاز اللي حققتي كي صغير كي كبير، اشنو اللي ممتنه ليه. هادشي كيعاون دماغك عوض ما تخليه متضارب مع دوك الريلزات السخيفه، غتخليه يرتاح ويصفى وغتنعسي واحد النوم اللي عميق. هاد السوايع الا حميتيهم التليفون غنضمن لك انك غتخلصي من تعفن الدماغ، حيت هما اللي كيحكموا على نهار كيفاش غيدوز. وثاني حاجه وهي ساعه اخرى في النهار ما تهزيش فيها التليفون، خرجي تمشاي، قراي، ديري شي مهمه خاصك ديريها، هضري مع صحابك، خرجوا ولكن بلا ما تهزوا التليفون. هضري مع راسك، تعرفي على ذاتك، تهلاي في راسك، قادي شعرك، ميكاب، خرجي تقداي، قادي بيتك، اعطى الله اللي ديري. الاهم هو ما تهزيش التليفون، حيت خاصك تعودي راسك وتعودي دماغك على البعد عليه، ومن بعد غتولي تفرحي انك اخيرا بديتي كتستراحي وكتخلي دماغك يصفى ويرتاح. وثالث حاجه صنع لك شي هوايه ولا مهاره ديما كتعجبك ولا كتحلمي ديريها، تبقاي غير تشوفي الناس كيديروها ديريها انتي، دخلي اليوتيوب ومارسيها، ما تسنيش تكوني مثاليه فيها ولا تكون عندك الامكانيات، كلشي دروك موجود، خاصك غير انتي تبداي وتثقي في راسك. تعلمي الرسم، الطبخ، ميكاب، الرقص، ديري البيلاتيس، تعلمي تكتبي، نمي الفكر ديالك، تثقفي راسك، اي حاجه كتميلي ليها ولا كتفرحك خلي ليها وقيته في نهارك احسن من تسكرولين.
ورابع حاجة غير المحيط ديالك ونظفي المحتوى اللي كتفرجي فيه. ميمكنش تبدلي وسط نفس المحيط ولا نفس المحتوى اللي كتشوفيه، حيت حتى لو بغيتي تغيري صحابك ولا الناس اللي دايرين بيك راه ان فوا تلاقاي بهم غيبداو يقولوا لك حتى انت زعما بغيتي تغيري ولا تطوري من راسك وتولي منضبطه صافي كبرتي وبداو يتنمروا عليك، ولا انت غتشوفيهم عايشين بواحد الشكل غتقولي عادي ماشي بوحدي كلنا هكا. فحاولي تبعدي على الناس اللي ما بغيتيش تولي فحالهم ولا حتى المحتوى المؤثرين اللي كيأثروا عليك. اي حاجه خايبه تافهه حرام بلوك ولا ديري غير مهتم، حيت هذه حياتك وتليفونك، اختاري انت شكون يكون فيها وشنو تشوفي ماشي كلشي تفرض عليك. وديري في بالك راه الا ما غيرتيش المحيط ديالك والمحتوى اللي كتفرجي فيه راه غتبقاي دائما في بلاصتك. بالنسبه للتحدي غادي يكون لمده اسبوع وغادي نديرو معكم حتى انا باش نتخلص من الادمان، وغادي نشارك معكم كيفاش دوز هذا الاسبوع. غادي يكونوا فيه 3 القواعد اللي خصنا نضبطوا عليها واللي هضرت عليهم قبل من الحلول، اللي هي غادي نديرو نص ساعه في الصباح ما نهزوش في التليفون كي نفيقوا، نوضوا نشربوا نديروا شي حاجه اخرى، نفطروا نقادوا شي حاجه، نقراو قران نقراو اذكار، المهم تدوز واحد نص ساعه عاد نهزو التليفون. هكا غادي نقدروا نولفوا من بعد نديروا ساعه ولا ساعتين. وثاني قاعده اللي نص ساعه قبل النعاس ما نهزوش فيها التليفون، نحاولوا واحد نص ساعه قبل عارفه راسي قربت النعاس نحط التليفون على برا نهز شي كتاب نقراه ولا نتامل نقرا الاذكار نقرا قران نستغفر، نقدر كاع نطفي الضوء نبقى نقول شي حاجه مع راسي ولا نهضر مع راسي نشوف شنو كنفكر كيفاش داز نهاري. وثالث قاعده اللي حتى هي زوينه ومهمه هي واحد الساعه في النهار ما نهزوش فيها التليفون باش نولفوا ولا نكتشفوا شي حوايج اخرى من غير التليفون، نخرجوا نتمشاو نهضروا مع شي صحابنا نقراو شي كتاب نرسموا نتاملوا نديروا اي حاجه، المهم واحد الساعه ما يتهزش فيها التليفون. من بعد شاركوني كيفاش دوزتوا التحدي وحتى انا غادي نشارككم واش كملت، واهم حاجه ما تفشلوش ولا شي نهار الا قدرتوا ما تدوزوا شي ساعه ولا تهزوا التليفون ما تقولوش صافي فشلنا وتحبسوا، لا عاودوا النهار تاني كملوا بحال ما داز والو، وحتى لاخر الاسبوع وديك الساعه ديروا تقييم كيفاش داز الاسبوع وكيفاش نضبطوا. هكا كيكون سال البودكاست ديالنا. كانت معكم ميمه اللي بغاتكم توصلوا لاحسن نسخه نفسيه منكم. دمتم في امان الله.